انا مش طايق حياتي. انا مش عارف اكمل ولا انجح في اي حاجه خالص. هوب هوب هوب. استنى بس كده. انت اخر مره صليت امتى؟ انت بتقول ايه؟ بس ما اعرفش، مش فاكر. بقول لك ايه، هو خلاص ما عادش فيه لازمه ان انا اكمل اصلا يعني. ايه ده؟ انت هتكفر؟ استهدى بالله بس كده وروح صلي واطرد افكار الشيطان دي من دماغك. انا مقدر والله انك بتحاول تساعده على قد علمك، بس تعرف ان الكلام ده من من الأمراض النفسية، وأمراض خطيرة جدا على فكرة. وأنت بطريقتك دي من غير ما تحس كأنك بتقول له روح، بتقول له يلا روح، ولا حد حاسس بيك ولا هيحس بيك. العرض ده أو السيمتوم ده اسمه Rejection Sensitivity Dysphoria أو حساسية الرفض المفرطة RSD. وهي باختصار كده العرض دوا إن الإنسان لما حد بيرفضه ما بيعرفش يتعامل مع مشاعره، لان ببساطه مشاعره بتكون اضعاف اي مشاعر اي انسان طبيعي بيمر بيها. فاكرين النيورو دايفيرجنت؟ الناس اللي تركيبه دماغهم مختلفه شويه، دول بقى اكتر ناس معرضين للعرض ده. طب فاكرين مراحل الحزن الطبيعيه اللي قلتهم في فيديو فات؟ اهو دول بقى بالذات بيطولوا جدا في كل مرحله من المراحل دي، لدرجه ان ممكن يفضل محشور في مرحله او في كل مرحله سنين. قولولي بقى في التعليقات، لو قابلت حد زي كده هتتعامل معاه ازاي؟